لماذا قيلت ومن صاحبها؟ تعتبر هذه القصيدة من أشهر قصائد العرضة، ويعرفها أغلب سكان الخليج ويحفظها الكثير منهم، وهي للشاعر عبد الرحمن بن سعد بن صفيان، وتنسب أسرة آل صفيان إلى جدهم صفيان بن مهنا بن محمد الشريفي الشمري. ولد في الدرعية عام 1919 وتوفي عام 1992 ميلادي. عن سببها فهي قيلت في حرب الوديعة عام 1969 ميلادي الذي نشأت بين اليمن والسعودية، والوديعة هو مركز حدودي في الربع الخالي اندلعت الاشتباكات به بعد قيام اليمن في مهاجمته، وانتهت الحرب الحدودية باستعادة السعودية سيطرتها على مركز الوديعة في تاريخ 6/12/1969 ميلادي بعد حرب استمرت قرابة 10 أيام. يصف لنا الباحث السعودي عبد الله بن خميس الشاعر ويقول: من أنبه الرجال وأحرصهم على الكرم ومكارم الأخلاق والشجاعة والمروءة وحسن الذكر، لا تفارق الابتسامة شفته، مظهره فارع وبزته مقبولة، يعجبه الثناء ومن الذي لا يعجبه هذا. نحمد الله جت على من تمنى من ولي العرش جزل الوهايب، خبر اللي طامع فيه وطن دونها نثني لياجات الطلائب، واجد اللي قبلكم قد تمنى حربنا لا راح عايف وتايب، يا هبيل الراي وين انت وإن تحسب ان الحرب نهب القرايب، ليه مش البيرك فزيزو مهنا حنهل العادات، واهل الحرائب ديرة الاسلام حامين هنا قاصرين دونها كل شارب.